انقلاب عسكري داخل الديوان الملكي السعودي وإطلاق نار كثيف على ولي العهد محمد بن سلمان. كشفت مصادر إعلام دولية عن تعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحاولة اغتيال في العاصمة السعودية الرياض. وأفادت مصادر إعلامية دولية عن نجاة ولي العهد السعودي من محاولة اغتيال خلال الأيام الماضية. وأكدت المصادر أن ولي العهد محمد بن سلمان تعرض لمحاولة اغتيال خلال الأيام الماضية من قبل أحد حراسه أثناء تواجده بأحد قصوره الملكية في العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت أن أحد حراس القصر أطلق النار على موكب بن سلمان أثناء زيارته للقصر، مبينة أنه نجا من محاولة اغتيال بأعجوبة.